الحمد لله. الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة وزادهم بالتعاون والإخلاص قوة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالتعاون والتحابب والنصح والصفح والوفاء، ونهى عن التمسك بأسباب العداوة والبغضاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله سيد الآنام وخاتم الأنبياء الأطهار، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأوفياء الأبرار، ورضي الله عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، ونزلت آيات الله تترى، نزلت آيات الله تتوالى، بعضها إثر بعض، تؤسس للحياة الجديدة وتنبذ الجاهلية المقيتة، وتعلن مبادئ الإنسانية الجديدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويصفح المسلمون السابقون يرددون آيات الله في الآفاق، يبشرون الناس والمستضعفين منهم بالدين الجديد، يبشرون الناس والمستضعفين الذين كانوا يعذبون من المشركين. أخذ هؤلاء يبشرونهم بالدين الجديد وهم يتلون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها المسلمون، لم يكن الإسلام ليرضى بالقتل والذبح أسلوبا للحوار. الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ليكون رحمة للعالمين لم يرضى أن يكون أسلوب الحوار بين المسلمين يقوم على القتل والذبح والترويع وأكل أموال الناس وانتهاك الحرمات. لم يرضى الإسلام بذلك، لم يرضى الإسلام بأن يكون القتل والذبح أسلوبا للحوار، فقد سمى الله سبحانه وتعالى لنا الحوار الإيجاب بين المسلمين وبين المسلم وغير المسلم، فقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي من يكفر بالطاغوت الشيطان أو الأصنام أو العصبية ويؤمن بالإسلام الدين السمح
السهل اللطف فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الشيطان أن يقوم بإغوائه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ويرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن الإنسان حر. الإسلام يرشد الأمة أن الإنسان حر الإرادة في الاختيار فيما يحب وفيما يرضى. فقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله سبحانه وتعالى جعل الحرية للإنسان في أن يختار ما يريد. إنا خلقنا الإنسان ليختار ما يريد، إما الهدى وإما الضلال. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأرشد المسلمين إلى أسلوب جديد للحوار فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإنسان اللي بينك وبينه خصومة، لو كنت بالتحاور معه، لو كلمت معاه بأسلوب طيب جميل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق إليك، كأنه صديق لك مقرب إليك، كأنه ولي حميم. متى؟ إذا كنت بالتحاور، إذا كنت بالخطاب، إذا كنت بالكلام معه بأسلوب طيب سهل ميسور. إذا يكون هذا الإنسان الذي هو عدو لك كأنه ولي حميم. أيها المسلمون، إذا أقبلت الفتن ضعفت الديانة وقل التفكر والتعقل وكثر إعجاب المرء بنفسه ورأيه واتهامه لغيره. إذا جاءت الفتن كل إنسان بقى معجب برأيه بكلامه بأسلوبه. إذا أقبلت الفتن ضعفت الديانة، أصبح الدين عنده قليل، أي أن الدين يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي. فإذا جاءت الفتن أصبح هذا الإنسان عنده من الدين الضعف الذي لا يستطيع أن يميز الخير بين الخير والشر إذا جاءت الفتن. إذا أقبلت الفتن ضعفت الديانة وقل التفكر والتعقل وكثر إعجاب المرء بنفسه ورأيه واتهامه لغيره، ومن ثم سرعة إقدامه وجراءته على ما يريد وعلى ما يجتهد. بل فكرة أيا كانت الفكرة بالنسبة له سليمة أو غير سليمة، وبدأ يعمل عليها اللي هو عاوزه بعد أن تكونت الفكرة لديه. إذا تكونت الفكرة لديه بدأ تنفيذ ما تكون عنده من وقت، ومن ثم سرعة إقدامه وجراءته على ما يريد وعلى ما يجتهد. وصدق النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عندما قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. النبي صلى الله وسلم وبارك عليه
السعيد؟ من هو السعيد؟ الذي عنده الأموال، الذي يجلس على الكرسي، الذي يجلس على المعي، الذي يسعى لطلب المنصب. من هو السعيد؟ الذي عنده الأموال والعمارات والتجارات، الذي عنده أربع زوجات، الذي يتزوج ب4 زوجات، هل هو سعيد؟ الذي عنده الكثير من الذرية يتباهى به أمام الناس، هل هذا هو السعيد؟ هل السعيد الذي حصل على منصب وارتفع على الناس؟ ليس هذا هو السعيد في الإسلام. إن السعيد أيها المسلمون كما قال نبيكم لمن جنب الفتن، أي ابتعدت عنه الفتن، أو هو ابتعد عن الفتن. هذا هو السعيد. السعيد الذي لا يقع في الفتنة، وإن الفتنة إذا اشتعلت فإن الأحلام والعقول تطيش وتضيق وتتحكم العواطف ويكثر الانسياق وراء الظنون والشكوك والأوهام. ولقد وصف صاحب سر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه حذيفة بن اليمان الفتنة بقوله: إن للفتنة وقفات وبعثات. إن للفتنة وقفات، هدوء تبقى هادية، وبعثات تبقى الفتنة شديدة جدا. إن للفتنة وقفات وبعثات، فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. يعني في الوقت اللي ما فيهوش فتنة ادعو ربنا سبحانه وتعالى أن يقبضك على عبادته وعلى طاعته. اللهم إن كان الموت خيرا لي فأمتني، وإن كانت الحياة خير لي فاحيني. فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل، أي تدعو الله سبحانه وتعالى أن تخرج من الدنيا وأنت لست بمفتون. هذا هو السعيد. ليس السعيد من عنده الأموال والعمارات والتجارات والزوجات والأولاد، بل إن السعيد من يخرج من الدنيا وهو ليس بمفتون. إن السعيد من يخرج من الدنيا وهو ليس بمفتون. فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. وهذا سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول معلما وموجها: أيها الناس استلموا رأيكم على دينكم. أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. مين بيتحاوروا مع بعض؟ كل واحد عاوز يقول أنا صح وغيره غلط. كل واحد عاوز يمشي السنة على رأيه وعلى هواه. تجادل أو تحاور من أجل الوصول للحق. الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه عندما كان يتحاور مع الآخر كان يقول: أدعو الله أن يجري الحق على يديه. يعني بيقول: يا رب الحق يبقى معاه مش معاي. وكان بعضهم يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. لا تقولش ان انت اللي صح وغيرك غلط. قبل ما تسمع منه اتكلم معاه، تحاور معاه بالدليل. اتكلم بالدليل، مش كلام مرسل بغير دليل. اقتنعت بقوة الدليل يبقى هو الصح.
تقول لا مش همشي معاه علشان خاطر امشي ولا رأيه. اذا انت لا تسير على شرع الله وعلى هدي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، لانك عندما تتحاور مع الاخرين فانت تتحاور الى اقناع الاخر برأيك، ولا تتحاور من اجل ان تصل سويا الى الحق. ده انت لما بتتكلم مع غيرك تتكلم معاه عشان تمشي على رأيك، مش علشان خاطر انتوا الاثنين توصلوا للحق. عشان كده بنلاقي المشاكل ونلاقي الخناقات ونلاقي الخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا ايها المسلمون، ولا تنازعوا فتفشلوا. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ان بين يد الساعة يعني قبل الساعة ما تيجي مباشرة قبل القيام، ان بين يد الساعة لهر الجنس. قال قلت يا رسول الله وما الهر؟ قال القتل. يبقى الهر اي قتل القتل. قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ليس بقتل المشركين. يبقى الرسول بيقول لهم ان قبل الساعة ما تيجي هيبقى في قتل كتير. فبعض الصحابة قاعدين ظنوا ان الرسول قصده على الجهاد ما بين المسلم وغير المسلم. يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد كذا وكذا من المشركين، يعني احنا بنقتل ياما من المشركين عشان جهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو مراد النبي من قوله الهر. يقول صلى الله وسلم وبارك عليه ولكن يقتل بعضكم بعضا. ده انتوا يا مسلمين انتوا يا مسلمين اللي هتقتلوا بعض. تخيل بدل المسلم ما يقف قدام المشرك ويقتله، ده المسلم هيقف قدام المسلم وكل واحد عاوز يقتل الثاني. لا، ليس هذا هو مراد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه بالحرب. بل يقول يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، حتى يقتل الرجل جاره. تخيل وصلت إلى حد فين؟ الواحد يقتل جاره حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. الصحابة استغربوا لما الرسول قال لهم كلام غريب أول مرة يسمعوه. يا رسول الله، الواحد ممكن يقتل جاره؟ الواحد ممكن يقتل ابن عمه؟ ذا قرابة يعني ممكن يقتل أبوه، ممكن يقتل أبوه، ممكن يقتل أمه، ممكن يقتل زوجته أو الزوجة تقتل جثته. يا رسول الله، مع معقول الكلام ده ممكن يحصل يا رسول الله؟ استغربت الصحابة لذلك. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا، يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم. يعني معقول الواحد هيبقى فيه عقل ويقتل اخوه، يقتل ابن عمه، يقف قدام المسلم ويقتله، يقف قدام جاره ويقتله؟ يا رسول الله، ده احنا بنجاهد المشركين، ازاي هنقف قدام بعض ونقتل بعض؟ ازاي هيبقى عندنا عقل؟ معقول يا رسول الله هيبقى عندنا عقل؟ انا هبقى عندي عقل وانا بقتل اخويا المسلم؟ يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لا تنزع عقول اكثر ذلك الزمان ويخلف لها هباء من الناس لا عقول لهم، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم، أي ناس هتيجي ما لهاش عقول. تطيش العقول عند الفتنة،
أصبحت العقول ليست موجودة متى؟ إذا جاءت الفتنة عند تجد المسلم يقف أمام أخيه ويقوم كل واحد منهما بقتل أخيه أو بقتل صاحبه، يقوم كل واحد بقتل صاحبه. ثم قال الأشعري أي سيدنا أبو موسى الأشعري: وأيم الله، قسم بيقسم، وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. هذا هو القصد الذي أراده النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم أيها الأحبة، تحدثنا قبل ذلك في حرمة الدماء، تحدثنا قبل ذلك في حرمة الدماء، في عصمة الدماء، ولن نمل من الحديث عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر هو مصيبة هذه الأمة، هو كبيرة من الكبائر أن يقوم المسلم بقتل أخيه، فلن نمل من ذلك، لن نمل من التحذير من الاقتتال بين المسلمين. فهنيئا هنيئا أيها اليهود، هنيئا لكم أيها اليهود، يا من أخذتم بلاد المسلمين، يا من سكنتم بلاد المسلمين، يا من اغتصبتم بلاد المسلمين، يا من اغتصبتم الرجال واغتصبتم الأطفال واغتصبتم النساء، هنيئا لكم، فأصبحتم في أمن وأمان، وأصبحت الأمة تتقاتل فيما بينها ولا تتقاتل مع عدوها. فهنيئا لكم أيها اليهود، هنيئا لكم أيها المشركون، فلقد تحولت الأمة إلى الاقتتال فيما بينها، وتركت تحرير البلاد، تركت الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الدين الذين اغتصبوا البلاد واغتصبوا الرجال والنساء والأطفال. فهنيئا لكم. وجاء في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: يتقارب الزمان ويفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. حتى المال، شوف رسول بيصف الحال، يفيض المال، يعني المال يبقى كتير جدا، والله المال كتير جدا، بس الناس ما بترضاش. لو كان ابن آدم وادي الذهب يتمنى الثاني، ولو كان له الثاني يتمنى الثاني، ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب. يفيض المال كناية عن كثرة المال، ولكن لا نرضى. ومن هنا أيها المسلمون كان القتل من بين العادات التي حرمها الله سبحانه وتعالى تحريما قاطعا، وأنظر مرتكبيه بالعقاب الشديد لما فيه من فساد كبير وظلم عظيم. فلقد كرم الله سبحانه وتعالى بينه وبين الشرك في مواضع عديدة من القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى جاء في آيات كثيرة من كتابه الكريم وقارن بين الشرك به سبحانه وتعالى وبين القتل. إذن الشرك أمر عظيم، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بعده بالقتل مباشرة، دليل على عظم هذا الأمر، على حرمة هذا الأمر. فقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس. ربنا قال في القرآن الكريم نفس، ما قالش نفس المؤمن، قال النفس سكت. إذا هذا دليل على حرمة دم المسلم ودم أهل الذمة. لا يجوز للإنسان أن يقترب ويقوم بقتل أهل الذمة أي من اليهود والنصارى الذين في بلادنا وهم سلموا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. هذا إذا يقول القرآن النفس ولم يكن النفس المؤمنة، بل قال النفس دليل على عصمة دم المسلم وغير المسلم الذي لا يقوم بالقتال ضد المسلمين أو هذا الغير المسلم ليس محتل لأراضي المسلمين، عندها لا يجوز للمسلم أن يقوم بالاعتداء عليه. لذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. يبقى مين اللي حرم؟ من الذي حرم قتل هذه الأنفس؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم الاقتتال بين المسلمين. ومن يفعل ذلك أي إذا قام بالاعتداء على غير المسلم فهو قد اعتدى على حرمات الله، اعتدى على حدود الله. والمولى سبحانه وتعالى حذر من الاعتداء على حدوده، ومن يتعدى حدود الله فإن الله سبحانه وتعالى كتب له العذاب في الآخرة، كتب له الخزي في الدنيا والنار في الآخرة والخلود في النار لمن يقوم بالاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. متى؟ يوم القيامة. العذاب في الأيام ربنا سبحانه وتعالى كما يضاعف الحسنات يضاعف العقاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقص الله سبحانه وتعالى على نبيه قصة ابني آدم لتكون عبرة لنا، فما كانت قرابة قابيل من أبيه آدم لتشفع له عند الله فكان من الخاسرين. وينزل الحكم الإلهي ليشمل جميع بني آدم ولجميع الأديان وليبقى إلى قيام الساعة أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية عندما قام قابيل بقتل أخيه هابيل ابن نبي، ورغم أنه قتل أخوه أردت من أبيه آدم عليه السلام القرابة مع دم ما تفعلت له، لم تشفع هذه القرابة له عند الله، بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا حكما ثابتا إلى قيام الساعة أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اللي أتى النفس وحده أكنه أتى للناس كلها. لماذا؟ لأنه انتهك الحرمات. لماذا؟ لأنه سن ذلك عند الناس فتعدى على حدود الله. اللي أتى النفس وحده أكنه أتى الناس كلها. ومن أحيا نفسه
اللي ساعد على إحياء نفسه، ما اعتدش حد، ساعد حد مريض كان بيموت وراح يتبرع عليه دمه، ساعده. الشيء ده عملية جراحية خطيرة، ساعده سهل معاه الفلوس، فكأنما أحيا الناس جميعا. نفس واحد اللي يحييهم فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لماذا؟ لأن القتل من الكبائر التي حرمها الله على عباده، ولذلك إذا اجتنب الناس هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى ضمن لهم المغفرة والرحمة. ولذلك قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بل انظروا أيها المسلمون إلى وصية النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لأبي ذر في زمن الفتنة. فعن أبي ذر يقول: ركب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه حمارا وأردفني خلفه، يعني هو ركب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وجي سيدنا أبو ذر ركب وراء الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، ركب حمارا وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، يعني في مجاعة شديدة جدا وانت من قصرة الجوع اللي عندك بسبب المجاعة ما انتش قادر تقوم من البيت علشان تروح تصلي في المسجد، خلاص جوع مش قادر يقوم بسبب الجوع. أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ هتعمل إيه؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال له النبي: تعفف، يعني ما تطلعش تضرب، ما تطلعش تربع الطريقة على الناس، ما تكونش أول الناس بتواصل وتقول أنا جعان، ما تقولش أنا جعان مش لاقي. النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يعلم الأمة الداء ويعلم الأمة الدواء، يحذرها من الداء ويأتي لها بالدواء. تعفف. ثم قال صلى الله وسلم وبارك عليه: قال: يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد أي القتل، يعني موت كثير جدا، قتل كثير جدا، يكون القبر موجود، أكن القبر موجود في البيت من فصل القتل أو من فصل الناس اللي ميتها، يكون البيت فيه بالعبد يعني القتل، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ يعني الحجارة هتتغطس من قصر الدماء، تخيل الدم قد ايه؟ الدم قد ايه لما لو في حجارة معلش بيت يبقى الدم قد ايه حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء. ماذا تصنع؟ أي كناية عن قصد القتل بين المسلمين. قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك، يعني ما تطلعش من بيتك في وقت الفتن، في أكل كتير في الشوارع، في أكل كتير بالناس، ماذا نصنع؟ يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وهو المعلم هذه الأمة: اقعد في بيتك، أي اجلس لا تخرج من بيتك، اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك، سيدنا أبو ذر بيقول له: يا رسول الله طب لو هم جولي هيحاولوا يتهجموا علي. يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: فأتي من أنت منهم فكن فيهم، يعني روح لأهلك أو قبيلتك واقعد فيهم، احتل بيهم يعني، أما هتبقوا جماعة مع بعض محدش هيقدر يقرب لكم. قال: فأتي من أنت منهم فكن فيهم. يقول لهم: أفآخذ سلاحي، يعني يا رسول الله وأنا طالع أخذ السلاح بتاعي علشان يحميه مش علشان يقاتل بيه. يأخذ السلاح ليس للقتال
إنما يأخذ سلاحه في الحلال. شوف النبي بيقول له ايه؟ يقول له إذا تشاركهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه يقول لهم إذا تكن معهم، يعني لو طلعت بالسلاح معاك إذا تشاركهم فيما هم فيه أي بالفتنة والقتال، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء باسمه واسمك. لو أنت خايف من شعاع السيف وهو نازل عليك غط وشك وسيبه يقتلك. يأتي يوم القيامة اسمه واسمك هيكون في رقبته، كما فعل هابيل مع قابيل. إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله، إني أخاف الله. ثم يقول له حتى تبوء باسم واسمك. إذا إن خفت يا أبا، إن خفتم يا أمة الإسلام من شعاع السيف فألقوا رداءكم على وجوهكم، يعني سلموا أمركم لله واتركوا الأمر لله حتى ولو متم في سبيل الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعين بك ونستغفرك ونعوذ بك ربي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه محذرا هذه الأمة، يقول لها لا ترجعوا بعد كفارا. فهل تعود الأمة إلى عبادة الأصنام؟ هل تعود الأمة إلى عبادة النار؟ هل تعود الأمة إلى السجود للأصنام أو التوافل أو النجوم كما كانوا يعبدون قبل مجيء النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؟ هل هذا هو مراد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عندما يقول لخير أمة أخرجت للناس لا ترجعوا بعد كفارا؟ كيف نعود كفار؟ ما هو مراد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؟ يقول يضرب بعضكم رقاب بعض. الله أكبر. النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عرف الكفر بماذا؟ الكفر ليس السجود للأصنام فقط أو عبادة النار فقط، بل الكفر الذي أراده النبي هنا هو أن يقوم المسلم بقتل أخيه المسلم. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول حاجة ربنا هيقيم العدل أو الميزان أو الحساب أو يقيم الحكم يوم القيامة، يحاسب الناس يوم القيامة في الدماء. يا فلان انت قتلت فلان ليه؟ يا فلان انت قتلت فلان ليه؟ اول شيء ربنا يحاسبنا عليه يوم القيامة هي الدماء. اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث ان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. تخيل الدنيا كلها تنتهي ولأن واحد مسلم يموت، وجاء أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة. لأن تهدم الكعبة حجر أهون عند الله من قتل مسلم.
أعظم عند الله من قتل مؤمن. هذا أمر عظيم، ولكن الدماء أعظم. ويقول صلى الله وسلم وبارك عليه: الكبائر الإشراك وقتل النفس واليمين غموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. ولذلك أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى وصف النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وهو يتحدث عن فتن